مدرسات ومدرسين وعلموا الشباب شلون فيسوون كليجه وحاطينه باكياس، كل كيس فيه حوالي 5 6 كليجات وشادين وياهن ورقه قصاصه ورق هالقد مكتوب بها عبارات، فانا فتحت الكيس شفته قلت الله انا، قال عمي ايش مكتوب؟ وقلت لك ما يقرا ويكتب طبعا. شباب شوفوا انتم من كنتوا صغار بالمدارس تسوون كيك لو كليجه لو شو اسمه وتودون للمجاهدين شوفوا شغلكم ايش سوى. قال ايش مكتوب عمي؟ قلت له هاي وحده مكتوب بيها عمو اذا انت عشت الساتر انا ابطل مدرسه ما اقدر ادرس بعد. صفن هو. قال فتح الثانيه يفتحها حتى يشوف ايش مكتوب. ايش مكتوب؟ لقد سبقك اخوك الى الشهاده فاصمد على الساتر. يعني هاي ام شهيد ابنها شهيد. صفن هذا. جاب الثالثه قراها قال انا اقرا لها اياه. قالت له اختي هي يعني امراه تقول له اخي البطل اذا تركت الساتر سينزعون حجابي من راسي وانا اختك. هذا بكى بعد ما قدر طبعا. قلت له ها؟ قال لي بعد ما استقيل. فراح بالكم يا شباب حلوين، راح قال خالد سحبوا الاستقاله. سحبوا الاستقاله، غدينا المغرب صار تعرض. شوف سبحان الله توفيق الله سبحانه وتعالى شلون يوفق. المغرب صار تعرض فهو قال انا كنت اتصدق، يعني انا كنت اطلع بالقطعه الاماميه. فاجى امر الفوج قلت له انا راح اطلع. قال لي شو اخذ مجموعه؟ قال انا اطلع وياك. هذا الولد الشاب البغدادي اللي ما يقرا ويكتب المجاهد. المهم سبحان الله طلعنا التعرض استشهد به واحد من شبابنا واثنين انجرحوا. فاحنا طلعنا نريد نطارد اللي تعرضوا يعني، واكو يعني حاطين فد خطه وتدري بساتين هاي منطقه عرب جبور بساتين ودهاليز، فانت ما تقدر تتحرك براحتك هم يعني. واذا احنا افترينا على المنطقه طوقناها ما لقينا طبعا بس النساء. وسبحان الله فعثرنا على شخص يعني حاط نعجات وسارح بهم. شنهي ما شنهي هو ايش قال؟ بس عثرنا عليه. قال اي حيل هم حيل ذولا قتلوهم ذولا جماعه الدوله الاسلاميه. هو يقول احنا عندنا سليقه اللي يقول الدوله الاسلاميه معناه هذا من عندهم، واللي يقول داعش معناه هذا ضدهم، لانهم ما يقولون احنا داعش. المهم حققنا وياه قال لا انا ترى اللي قالكم عليه مشتبه، انا ما كنت مقاطع لفلان، مو انا اشتركت وياهم. هو يقول يعني مو احنا، يعني هذه مو فراسه من عندنا سبحان الله. شباب طلعوا تدرون هذا اللي لزمناه طلع من هو؟ طلع هو المشترك بعمليه استشهاد اخو المجاهد اللي وياي. سبحان الله ما متوقعينها يعني. اي فقال والله تعال اخذه. قال لا انا ما. طبعا هو بساعتها خولوا لازم يقتله، قاتل اخوه هو داعشي وكذا، بس لانه قعد ويانا وسمع هالحلقات قال عمي هاي الحلقات لو انا قاعد بيها شو تقول لي ايش اسوي بهذا الموقف؟ قلت له يقول لك انطي لغيرك، انطي صاحب الاختصاص، نحن نستفاد من بعض التحقيقات. المهم فجبناه انا الغيره وهو متاذي حقيقه متاذي. واحنا راجعين صار يعني احنا من كمشنا هذا وراجعين صار علينا تعرض، يعني كانه حطوا لنا كمين. الكمين انجرح به هو برجله هذا المجاهد سبحان الله. اي انجرح برجله. وهذا احنا كامشينه. هو ايش قال لي؟ قال عمي انطيني هذا خل احضنه حتى اني وياه نموت سويه، ما هد هذا لو اقتلك. كانه يعني حسبانا تحاصروا بينا تحاصروا ويانا. قال هذا لان سلطوا نار كثيف علينا. قال اعطيكم سر يشردون الجماعه. هو هذا اللي لازمينه شبابنا. قال اعطيكم سر شلون هسه يشردون الجماعه. قلنا له شنو؟
قال صيحوا يا زهراء. صحنا يا زهراء يا زهراء. جماعتنا اللي يبعدون علينا حوالي 500 متر هم قالوا صيحوا يا زهراء. سبحان الله، رأسا الرمي توقف انهزموا وجههم. طبعا هم صار دنيا المغرب. المهم احنا هم بالملاحقه، ما ادري شلون الملاحقه كانت حذر انهم يفخفون وكذا، هم جرحوا واحد ربعنا وجابوه، بس مو احنا جماعتنا جوا. المهم شبابنا، هذا الموضوع ظل ببالي، يعني ما غادرني. بديت اشوف اخبار هذا الشاب شنو. شباب، هذا الشاب اول ما انتهى انتصار 2017 راح طلبوا من الشباب اللي دارسين يسوون حلقه في بغداد بالمدائن، يسوون حلقه يسمونها حلقه يا زهراء، يدرسون بها هاي العلوم، شنو الزهراء ومن الزهراء وليش اسمها يرهب. وهسه يقولوا لي يهتمون ما شاء الله شباب يمه هيك بقدكم، هو ما يعرف، بس هو هاي الخادم، هاي هنا يجيب الشاي يجيب الماء كذا يقدم ذولا. شوفوا يا شباب هاي القعده ايش قد الله مبارك بيها، وايش قد راح يصير لكم رصيد باكر تقعد وتحكي لاخوك وابوك وابنك كنا هيك وكنا نشارك. انا اعتذر عن الاطاله واسال الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويحفظكم. الجلسه لطيفه جدا، بها المعمم، بها المعقر، بها الشاب، بها الرياضي، بها الاكاديمي، بها الخريج، بها الموظف، هذه كلها تحت عنوان منتظرون. لا تتوقعون. انا اللي قلبي هناك وخابرت اكثر من 4 حتى يجون لهنا، لا تتوقعون الامام مهدي ما يخابر عليكم هسه. اكيد هسه ويا رب العالمين يقول يا رب سجل اسماء. نسال الله لنا ولكم الثبات، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.